السلام عليكم ورحمة الله. قصتنا اليوم عن الطيران اليمني. بداية صلينا على رسول الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ثانيا، الطيران اليمني من أغلى الطيران في العالم. الطيران اليمني من أغلى الطيران في العالم ب1200 دولار. وحسسوني إنه الطيران القطري، يا رجال الطيران القطري من أفضل الطيران في العالم، رخيص جدا. الطيران اليمني من أرض الطيران في العالم. الطائرات إيرباص 300 وخشبة 300 وخشبة قديم، يودوهن مزبلة الطائرات، مقبرة الطائرات في أمريكا. خلاص عندنا عدم بيشتهروهن، ودخلت الدفعة مدري إيش. والطيران اليمني، الطيران اليمني أرض الطيران في العالم على فكرة. من التعامل حقهم الوجبة فاصوليا، يدولك فاصوليا، هذا تعامل طيران. اللي ما عندهمش فلوس واللي هم محتاجين طيران، عندي لكم طريقة تتخارجوا بها. الطريقة الأولى، تشيل نفسك وتتحرك منفذ شحن، منفذ عمان، وتأشر عبور تأشر برسوم بسيطة من عمان. عبور، بس تأشر عبور فقط، وتوصل تحجز من أي مكتب في سلطنة عمان، من أي مكتب سفر، من مسقط ولا من أي مكان، تعبر الدولة اللي انت تشتيها وبأرخص الأثمان، وما بش تكلفة. أهم شيء يكون فيزتك وأمورك طيبة، أو أشياءك أو غراضك أو معاملاتك طيبة وأمورك طيبة، تسافر. ولا حد يقول لك منين أنت. خلوا الطيران اليمني خلوه لأصحابه لما يرخصوه ويصلحوا حقهم الطيران. سلامتكم.